وحياة جبران المفعمة بالإبداع تم توثيق بعض منها في متحف خاص حمل اسمه في مسقط رأسه بمدينة بشر اللبنانية، والذي زارته مراسلتنا إليان شاطري وعادت إلينا بالتقرير التالي. بين وادي قديشة، الوادي المقدس باللغة الآرامية، وجبال الأرز المعروفة بأرز الرب، في مدينة بشري الواقعة على بعد 130 كيلومترا شمال شرق العاصمة اللبنانية، وعلى ارتفاع 1500 متر فوق سطح البحر. هنا ولد وترعرع جبران خليل جبران، في هذه الساحات وبين هذه الجدران، وهي ما تبقى من منزله، وفي هذه الزوايا ذكريات 12 عاما من طفولته. جبران ولد سنة 1883 وسافروا سنة 1895. هالفترة كانت فترة كتير مهمة يلي انطبعت بحياته طبيعة بشري والأحداث يلي كانت معه وهو صغير. حملهم بقلبه، ضل مسافر على بوسطن بالأول بعدين على نيويورك، عاش بين ناطحات السحاب، ولكن كان كل بشري وطبيعتها وشعبها وكله كان هو يلي حمله بقلبه. ومن هيك بنشوف اللوحات كلها من طبيعة الأرض الموجودة هون. كل أبطال المسرحيات تبعوله أو القصص كلهم ناس حيا بتتلاقي فيهم أنت ماشي على الطريق، لأنه ترصيدا لواقع بشري. بشري موطن قلبي يقول جبران، فهي مسقط رأسه وملهمته. طبيعتها وثقافتها المفعمة بالروحانيات ترجمها أدبه وشعره وفلسفته وفنه. وفي بشري متحف جبران الذي يضم إبداعاته التشكيلية ومكتبته الخاصة وكتبه ومراسلاته وآثاث منزله خلال حياته في نيويورك، والتي نقلت إلى بشري العام 1932 بعد بضعة أشهر من وفاته هناك. يعرف المتحف الذي كان ديرة بجبران خليل جبران الإنسان والفيلسوف والشاعر والكاتب والرسام، ومن بين الرسومات التي يضمها وجه المصطفى، صورة غلاف كتاب النبي الذي ترجم لأكثر من 120 لغة خلال 100 عام. ب 25 حزيران 1895 جبران ترك بشري، نظر إلى دير مار سركيس يلي هو حاليا متحف جبران وقال سأعود. هذا الكلام رافق جبران كل مراحل حياته، وحلم العودة إلى بشري وإلى دير مار سركيس. 90% من لوحاته بين بوسطن ونيويورك، ولكن بالوصية اللي عملها طلب يندفن بدير مار سركيس وبإعادة النتاج إلى مدينة بشري، وهذا اللي صار. جبران شكل حقيقة وفعلا جسر عبور بين الشرق إلى الغرب. أنا حي مثلك وأنا واقف الآن إلى جانبك، فاغمض عينيك والتفت ترني أمامك. عبارة طلب جبران خليل جبران كتابتها على قبره، وهي تعلو الآن مدفن ذاك الذي خرج من بشري وحيدا فعاد وأعاد معه إليها العالم كله. إليان شاطري، تلفزيون دبي من بشري شمال لبنان.